عليكم. في هذا الفيديو نبدأ معكم سلسلة جديدة بعنوان قصص قرآنية منسية. قصتنا اليوم عن رجل كان من أولياء الله ثم انقلب إلى عبد للشيطان، والله عز وجل شبهه بالكلب، فماذا فعل؟ وكيف كانت نهايته؟ من هو هذا الرجل؟ اسمه كما ذكره كثير من المفسرين مثل ابن كثير، الطبري، القرطبي، هو بلعام ابن باعوراء من بني إسرائيل، وكان عالماً ربانياً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب. عاش في زمن النبي موسى عليه السلام، وكان في بلاد الشام، وقيل تحديداً في أريحة. مكانته كان من عباد بني إسرائيل وزهادهم، صاحب كرامات وعبادة، والناس يرجعون إليه. أوتي علماً كبيراً جداً وكشفاً روحانياً، وكان الناس يعتبرونه مرجعاً دينياً إن صح التعبير. يقول ابن عباس: كان مجاب الدعوة. تخيل رجل يرى الحق ويمتلك العلم ويعرف الله حق المعرفة، ثم يسقط سقوطاً مدوياً. لما اقترب نبي الله موسى عليه السلام وقومه من أرضه، خافت القبائل وأمراء الأرض. جاءه كبار القوم وقالوا له: يا بلعام، إن موسى رجل قوي وجيشه كبير، وإنه سيأخذ أرضنا، ادعوا الله عليه. في البداية رفض وقال: كيف أدعو على نبي الله؟ لكنهم أغروه بالمال والجاه والمناصب، فلم يصبر قلبه وبدأ الانزلاق الروحي. استخدم بلعام اسم الله الأعظم ودعا على موسى عليه السلام، لكن المفاجأة أن دعاءه انقلب عليه، فصار يدعو على موسى ويخرج من فمه ضد نفسه وقومه. وبعد هذا نزع الله منه العلم والبركة وسلب النور من قلبه، ثم أتبعه الشيطان، أي أصبح عبداً للهوى وأسيراً للشيطان. ترقبوا قصصاً أعجب وأعمق في الحلقات القادمة، لأن القرآن لم يحكي عبثاً.